اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح التسامح، صباح التصالح، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. معلش اعذروني بقى صوتي متغير، أنا بجد بقالي يومين مش بنام. الفيديو ده كان المفروض نزل لكم قبل كده، بس قدر الله ما شاء فعل. آآ للأسف بنتي تعبت فجأة، آآ جالها دور ترجيع جامد، رجّعت مثلًا أكتر من حوالي 15 مرّة والّا حاجة. قُلت ده دور برد، آخدة برد في معدتها. المهم ابتديت إن أنا أروح لدكاترة يعني قريبة مثلًا من المنطقة اللي أنا فيها. قالوا لي لأ، ده مجرد التهاب بسيط كده في القولون من الترجيع وكده، وبالمضاد الحيوي هيروح وهينتهي وكده. المهم أنا حسيت إن التشخيص برضه فيه حاجة غلط، يعني لأ، حاساها إني أكتر من كده. المهم ابتديت الدكتور نفسه قال لي بُصّي لو أنتِ عملت لها بقى في الكلام ده، عملت لها سونار. الدكاترة بقيوا محتاسين، يعني مش عارفين أساسًا يشخّصوها، وأنا قريت ده في عين الدكاترة، يعني بقوا يكلّموا بعض كده إنهم محتارين بين حاجتين، طب ده والّا ده، وفي الآخر اختاروا بالبركة، فاهمين قصدي إيه؟ المهم عملت لها صورة دم كاملة، طلعت برضه كرات الدم البيضا عالية، وده طبعًا عشان في التهاب أو في حاجة غلط في جسمها، فلازم هتكون كرات الدم البيضا هتبقى عالية، لإن الجسم بيهاجم نَفْسه يعني. عملت لها تحليل اسمه الBRS برضه للميكروب وكده، عشان يبيّن برضه طلع فيه النسبة بتاعته عالية. ابتديت أقلق أكتر، يعني أمّا الدكتور بقى حسّيتهم الاتنين قعدوا نُص ساعة على السونار مش عارفين يشخّصوها، أنا قلقت، ما ارتحتش. لقيت في الآخر الدكتور بيقول لي: "بُصّي، أنتِ لو عايزة بقى تروحي بيها، عايزة تتطمني أكتر، انزلي بقى بيها إسكندرية." أنا في إسكندرية ولكن يعني بعيدة شوية عن الدكاترة وكده. قال لي: "انزلي بيها لدكتور جراح في إسكندرية أو تروحي بيها مستشفى الشاطبي العام." طبعًا اللي من إسكندرية عارف مستشفى الشاطبي. المهم رُحت بيها مستشفى الشاطبي. آآ بس بعد كده بقى قالوا لي روحي بيها مستشفى الشاطبي العام، ده هيكون أحسن يعني. المهم قُلت برضه أخلّي دكتور مثلًا جراح يبُص عليها الأول، بُصي ياسين صوت الكيس. قُلت أخلّي دكتور جراح يبُص عليها الأول. المهم الجراح برضه رُحت له، لقيته برضه محتاس كده، عمل لها سونار، برضه مش عارف يشخّصها كويس، فضل برضه وقت كبير أوي على الجهاز. يا ابني صوت الكيس. قُلت بقى خلاص اطلعي بقى على الشاطبي وأمرِك لله. رُحت الشاطبي، ال الدكتور بقى هناك بَص في التحاليل اللي أنا عاملاها، وبَص في التقرير اللي هو بتاع السونار اللي هو عاملاها في المنطقة اللي عندي، وفي اللي عملتها في المستشفى سموحة. قال تطلعي بيها على الميري، برضه اللي من إسكندرية عارف مستشفى الميري. قال لي تطلعي بيها على الميري، يعيدوا السونار تاني، ولو معرفوش يحددوا زي اللي مكتوب في التقرير بتاع السونار، يبدأوا يعملوا لها أشعة مقطعية. وبالفعل عملوا لها برضه سونار، وقف عليها ولا 8 9 دكاترة، برضه ساعة، والله فعلا ساعة كاملة بيحاولوا يشخصوها، برضه محتاسين ومش عارفين، مش عارفة ازاي أساسا يعني. بعد كده راحوا قالوا لأ تدخل بقى تعمل مقطعية بالصبغة، هي اللي هتبين بقى فيها دخلت بقى وانا يعني مش متوقعة، انا رايحة دور برد، عايزة علاج، عايزة مضاد حيوي، فاهمين قصدي؟ يعني انا اساسا بدأت اطلع الصبح كده على اساس اني رايحة اديها علاج بقى جنبها وجعها، فعادي يعني فاهمين. المهم راحت طلعت ان الزايدة انفجرت، طلعت ان زايدة وانفجرت كمان جوه.
يعني طب ايه ده ازاي؟ يعني انا حسيت ان انا جاتلي صدمة، يعني ما بقتش مستوعبة، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. آه رجعت تاني بقى على الدكتور اللي في الشاطبي، قال لازم تتعمل العملية دلوقتي حالا حالا، لان الزايدة دي اما بتسرب او بتنفجر بتعمل صديد في البطن بقى، وبيطلع بقى على كل أجهزة الجسم وفي الدم وكده. لكن من كرم ربنا سحبوا الصديد، وهي دلوقتي لسه في المستشفى. انا عملت الفيديو ده صراحة وانا ما كنتش هنزله يعني، ولكن قلت اسألكم الدعاء ليها ان ربنا يتمها لها على خير يا رب، وتطلع من المستشفى على خير، وما يكونش فيه يعني صديد انتشر او مشى. يعني هي دي اكتر حاجة مخوفاني، اكتر حاجة قلقاني، واكتر حاجة وجع قلبي. ربنا ما يوجع قلب حد يا رب ابدا على ضناه. هقول لكم ايه، هقول لكم المتابعة مش عارف، انا دي حاجة جت مرة واحدة، وما توقعتش ان هي تبقى يعني تعمل كارثة كده في يوم وليلة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لعل وعسى يكون ربنا رفع عنها حاجة كبيرة بحاجة زي دي يعني. ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب، ويكفيهم شر أي حاجة وحشة. بس مش عارفة أقول ايه صراحة، يعني أنا حبيت بس أنزل لكم الفيديو عشان تدعوا لها، وأنا متعودة دايما بنزل معاكم الفيديوهات، ما حبيتش اتأخر عليكم اكتر من كده. فقلت اعمل بقى ايه، اعمل مونتاج للفيديو وانزله معاكم، فاعذروني معلش لو انا المرة دي متلخبطة او صوتي متلخبط او مش عارفة اتكلم، اعذروني. آه، بس هنا كنت بعمل كده معاكم روتين خفيف كده. ابتديت كده اشطب المطبخ. التصوير الفيديو ده كان قبل ما يحصل كده، يعني قبل ما اوديها بيوم، يعني اصبح دلوقتي ليه يومين كان المفروض نزل. سبحان الله، كان المفروض هيتعمل عليه مونتاج تاني خالص، ولكن قدر الله وما شاء فعل، دي إرادة ربنا. فسجلت لكم وانا كده بقى. هنا بقى ما عنديش مضرب النسكافيه ده، وكنت عاوزة افوق صراحة، بس زي دلوقتي كده حرفيا انا يعني بقالي يومين يعتبر ما نمتش، او يوم ونص ما نمتش، حرفيا انا ما نمتش. حاسة بقى ان انا مهبطة، على مش شايفة قدامي، على مهمدة، على كل حاجة. ولكن بطلب الشفاء ليها من ربنا، وان ربنا يتمها لها على خير يا رب، وانها تعدي معاها بالستر هي وكل اللي زيها. بجد يا جماعة احمدوا ربنا على اي حال. يعني انا بقالي يومين في المستشفى، والله العظيم بجد شفت فيها العجايب. يعني انك تقعدي بين 4 حيطان في اوضة بسقف، لمك وسترك انتي وولادك وبيتك، دي بالدنيا والله. يعني كمية الناس اللي مترمية هناك لا تعد ولا تحصى، كمية وجع القلب اللي الناس فيها على ضناها يعني لا تعد ولا تحصى. يعني انا على قد ما زعلانة ان بنتي حصل لها كده، ولكن الحمد لله على كل حال. على قد ما انا بقول يمكن ده كان، يعني كان حاجة كده من ربنا، عشان الواحد يعرف انه مهما كان حاله فهو في نعمة. مهما كان حالك ايه انتي في نعمة والله. في ناس، يعني الناس بقى في الشارع اللي من اسكندرية عارف الكلام ده، الناس مترمية قدام المستشفيات مستنية اللي ليها بالأيام. الناس متعذبة، يعني الناس في السقعة وفي البرد وفي الجو ده نايمة على الرصيف، ومش واحد ولا اتنين ولا 10 ولا 50، لا ناس كتير جدا جدا جدا، غير ألم ووجع اللي فوق
وصراخ وعياط إحنا في نعمة لازم تحمدي ربنا عليها، لازم نصحى كده من النوم نحمد ربنا على مهمًا كان حالنا، إحنا أحسن من غيرنا بكتير. اص اصبحي وباتي وأنتِ بتحمدي ربنا، بجد حالِك إيه بقى عندِك ما عندكيش، في ما فيش، احمدي ربنا على كل حال. آآ أنا يعني أخدت الفيديو ده قُلت يمكن كان اختبار من ربنا، أو عشان أعرف مهمًا الواحد ما بيبقاش شايف نِعَم، لأ، في نِعَم كتير، كتير، كتير حوالينا، ربنا يديمها علينا نعمة، ربنا ما يوجع قلوبنا على اللي مننا يا رب، ولا يوجع قلب حد على ضناه، ويشفي كل مريض يا رب ويعافيه. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بجد مش عارفة أتكلم، ولكن اعذروني المرّة دي، مش عارفة أنا متلخبطة، متوترة، آآ جوايا كده كذا حاجة متلخبطة جوا بعض، فاهمين؟ يالّا نحمد ربنا على كل حال. نختم بقى الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يالّا سِبتكم في رعاية الله، السلام عليكم.